دخلت البيت لقيت مراتي بتخني، اعمل ايه؟ انا دخلت على جوزي لقيته بيخني، طبعا مفيش راجل خاين، احنا متفقين مفيش راجل خاين، في واحده اهملت والتانيه اهتمت. اعمل ايه؟ كله تمام الحمد لله. بصوا يا جماعه، هو معتز صديقي قبل ما يكون المحامي بتاعي، يعني هو وشريكه علي دول لحقوني من اخطار لا تتخيلوها، يعني لو مني انا كان زماني محبوس بقالي 10 سنين دلوقتي مثلا. يعني دخلت البيت لقيت مراتي بتخني، اعمل ايه؟ هي القصه دي بلاغ في حاجه عندنا في القانون اسمها جرائم الشكوى. جرائم الشكوى دي زي قضيه الزنا. كويس. قضيه الزنا دي وقضايا السرقه ما بين الاصول والفروع. ايه الاصول والفروع؟ الاصول والفروع دي اللي هو ابن سرق والده، ده فرع سرق الاصل اللي هو الاب. هنا النيابه العامه عندنا اسمها ممثله الاتهام، هي اللي بتحرك اي دعوه عموميه او الدعوه الجنائيه، الا في قضايا الشكوى زي الزنا وزي السرقه ما بين الاصول والفروع. فقضيه الزنا ما ينفعش تتحرك غير بتحرك من الزوج، ان الزوج هو اللي يشتكي زوجته ان هي تم اكتشاف جريمه زنا. طب انا لو مسافر مثلا بره البلد واختي مثلا او اخويا ساكن معايا في نفس العقار، شاف موضوع الخيانه ده، ينفع هو يبلغ؟ لا ما ينفعش هو يبلغ، هو يبلغك انت ولازم يكون في شهود. طيب لو انا مركب كاميرا جوه الشقه ممكن استخدم ده كدليل؟ لا والله مش محتاج بقى اذن نيابه وبتاع؟ لا. طب معتز ونبقى اخلص عليها وخلاص لا ما تخلص عليها عندك القانون مش بيسمح لك طبعا، ولكن بتستفيد بحاجه اسمها العذر القانوني. تمام، انك لو في حاله اكتشاف زوجتك متلبسه بالزنا، بس ليها شروط عشان تستفيد بالعذر ده برضه. ما ينفعش تنزل تشتري سلاح وترجع تقتلها. تمام، هي لحظة، يعني زي لحظة الإنسان فيها بيبقى مش في طبيعته. جنون مؤقت مثلا. جنون مؤقت. لو قتلتها هي وعاشقها أو قتلتها هي بس أو هو بس، هنا بتستفاد بالعذر القانوني. إنما ما ينفعش يبقى في مثلا مسافة كبيرة، مسافة زمنية ما بين اكتشافك للواقعة وجريمة القتل. طيب أنا اكتشفت إنها بتخني ومسكتهم هما الاتنين، أعمل إيه دلوقتي؟ بتبلغ البوليس، بتبلغ النجدة، تيجي تعمل محضر في ساعتها. طب انا هسأل سؤال، انا دلوقتي اصل موضوع الخيانه ده اساسا على اي راجل بيبقى مصيبه سودة، يعني انا حتى ربنا يكون في عون اي حد يعني. علشان كده هنا القانون او المشرع ادى الزوج العذر ان هو لو ارتكب جريمه القتل، على فكره هو الزوج بس اللي بيستفيد بالعذر ده. يعني لا اب لو اكتشف بنته في موقف زي ده، او اخ شاف اخته، او ابن شاف والدته في موقف زي ده، محدش فيهم بيستفيد بهذا العذر حتى لو هم بيبقوا في حاله مش طبيعيه. الزوج فقط. الزوج فقط. اوكي، لا دي معلومه انا اول مره اعرفها بصراحه. معلش برضه عشان ايه، هتلاقي في ستات في الكومنتات يقول لك ايه، انا دخلت على جوزي لقيته بيخني، طبعا مفيش راجل خاين، احنا متفقين مفيش راجل خاين، في واحده اهملت والتانيه اهتمت. فالست اللي اهتمت دي هي مرات اللي اهملت دي دخلت لقيتني مع المهتمه دي. تعمل ايه؟ ما للاسف هي ما عندهاش نفس العذر ده. علشان ممكن الزوج هو ممكن يكون دي زوجته، انما الزوجه ملهاش حق الجمع ما بين ازواج، عشان دي جريمه اخرى بقى تانية. جريمه الجمع ما بين ازواج دي جريمه حتى لو مش خيانه، يعني حتى لو الزوج ما اكتشفش الخيانه بالنظر لحظيه او ادركها باي وسيله، هي ما فيش زوجه ينفع تجمع ما بين زوجين، دي جريمه صح معاقب عليها. انما الزوج ممكن تكون دي زوجته. طيب نفترض لا قدر الله يعني ايه ما كانتش مراته، تمام، هل ينفع الزوجه تحرك دعوه زنا للزوج؟ ينفع. طب لو انا اتجوزتها بعد كده؟ لو اتجوزتها بعد بعد البلاغ لا ما تنفعش. العبره بوقت وقوع الجريمه. طيب في دلوقتي السوشيال ميديا بقى، في زمن السوشيال ميديا والابلكيشنز بتاعت العلاقات وتندر وفيسبوك وانستجرام وتيك توك، ديتنج اب كلها، الديتنج ابس بقى اللي موجوده دي كلها. طيب انا لو مسكت موبايل مراتي واكتشفت انها على علاقه مع حد اونلاين، سواء كان سوشيال ميديا او مش موجود حتى جوه البلد، هل ده يعتبر زنا؟ دلوقتي يعني دلوقتي على حسب برضو الكونفرزيشن. في هنا بقى سلطه تقديريه للنيابه. النيابه هي اللي بتحدد الكلام ده على حسب الكونفرزيشن، الكلام فيها مش يعني انا اسف واصل لحد فين. هل في تبادل صور، تبادل فيديوهات، الكلام شكله عامل ازاي. طيب انا اكتشفت في حاجات مخله، مثلا ممكن ارفع قضيه زنا حتى لو الشخص اللي هي على علاقه بيه مش في نفس البلد. مظبوط.
ده حلو قوي ده. طب ما هو كده، ما هو قانون في صفنا اهو. ما هو قانون عادل، قانون عادل يعني. القانون عادل في كل الحالات. طيب انا خلاص رفعت عليها دعوه زنا، العقوبه بتبقى عامله ازاي في المحاكم؟ هي الزنا جنحه. جنحه. جنحه اوكي. لا تتعدى 3 سنوات. العقوبه فيها بتبقى سنتين، من سنه ل2. طيب انا بعد ما برفع عليها قضيه الزنا، طيب جريمه الزنا، انا اسف يعني المقاطعه، بس جريمه الزنا هي برضو زي ما هي جريمه شكوى يجوز فيها التنازل. يعني ممكن الزوج بعد ما يرفعها او يحرك دعوى الزنا من حقه يسحبها تاني، من حقه يتنازل عن الدعوه. تعال نكلكع لك الموضوع شويه. اتفضل. مخلف منها للاسف، تمام، ماشي، وطلقتها، هل يسري عليها نفس القوانين بتاعت المطلقه العاديه؟ لا. يعني الحضانه مثلا؟ ما هو الحضانه هنا، بص يا فندم، الحضانه هنا عشان تسقط عنها الحضانه لازم يكون في اسباب لاسقاط الحضانه عن الزوجه او عن المطلقه يعني. فجريمه زنا زي دي طبعا ممكن تسقط عنها الحضانه. وبعد كده الحضانه تروح لمين؟ لوالدتها. مع اللي مربيه دي، ما اكيد مش هتعرف تربي ابني يعني. القانون عندنا في قاعده بتقول الحضانه حق للمحضون وليست حق للحاضن. بمعنى المشرع لما حط قانون الاسره شايف ان الطفل الامن له انه يتربى في كنف والدته او في كنف امراه، حتى لو امه خاينه. هو شايف ان المراه، ما حضرتك سالتني بعد كده قلت لي الحضانه تروح لمين؟ قلت لك تروح لوالدتها. طب بعد والدتها والده الزوج انا بالظبط، ماشي، علشان هو شايف ان المراه هي افضل شخص يربي الطفل يا باشا. ده بدافع الامومه الطبيعيه. ده ابني، ما هو على عيني وراسي، ماشي، بس هو المشرع شايف كده. يعني حتى لو الام مرفوع عليها قضيه زنا او واخده حكم في قضيه زنا، الحضانه لا تسقط باي ديفولت، يعني ما بتسقطش. لازم حضرتك اللي ترفع دعوى اسقاط حضانه. يعني برضو في نقطه في خلط، ان مثلا يقول لك حضرتك كنت متزوج وطلقت، تمام، فطلقت حضرتك راحت اتجوزت، بعد عدتها انقضت عدتها فراحت اتجوزت جواز زوج اخر، كويس، تمام، ومعاها طفل ولد او بنت ايا كان في سن الحضانه. الناس كلها بتقول ما دام اتجوزت يبقى الحضانه تسقط. لا، هي ما بتسقطش باي ديفولت او يعني على طول. هو لازم الزوج يحتاج. طب افرض الزوج قابل وما عندوش مشكله ان هي اتجوزت خلاص وشافت حياتها وهو شايف حياته، خلاص الحضانه هتفضل معاه لحد انقضاء سن الحضانه. فلازم حضرتك تروح ترفع دعوه اسقاط حضانه لزواجها من شخص اخر. طيب انا بعد ما الموضوع الخيانه ده اكتشفته، دماغي ودت جابت. انا شاكك في الواد ده، تمام، الواد اللي انا مخلفه ده انا حاسس ان هو مش ابني، بعمل ايه؟ لا للاسف، بص، هو في طبعا الحته دي هتبقى شائكه شويه. في قاعده في القانون بتقول الابن للفراش حتى لو الدي ان ايه اثبت انه مش ابنك. يا نهار اسود، يعني ايه؟ يعني الواد يورث فيا؟ ده شرعا صح؟ تطبيقا لقاعده الابن للفراش. يعني هي راحت حملت من واحد تاني وخلفت وانا اصرف عليه برضو؟ اصرف عليه، طلقتها هدفع لها نفقه ومتعه كل حاجه ومؤخر وكل حاجه؟ لا، ما بص هنا بقى يا باشا، لو اثبتت الزنا واتحكم عليها ممكن تسقط عنها نفقاتها هي. نفقتها هي المتعه والعده، تمام، بس ما ينفعش تسقط عنها نفقات الطفل. الطفل ده حقوقه هو حتى لو مش ابني. ما هو مثبت انه ابنك. عايز ارجعه، مش ابني الواد ده. سوء استخدام او عيب صيانه مش عندنا. البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل يعني. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. مفيش بضاعه اتلفها الهوا في الاسره. مفيش في الموضوع ده. مراتي خدتني، ينفع اشهر بيها؟ لا. ليه؟ التشهير، ما هو انت هتشهر بيها فين؟ عند اهلها، عند الناس اللي يعرفوها. لا، مش اهلها وكده، ده دايره طبيعيه في ظل الغضب. فانت هتروح تشتكي لوالدها، والدها، والدتها، اخواتها، الكلام ده كله. انما هتشهر بيها بقى مثلا وسط اصحابها، جروب على الواتساب، جروب اصدقاء، جروب عيله، فيسبوك، وتعمل لها منشن؟ لا طبعا. طيب انت اللي هتبقى هنا متهم. طب سؤال بقى بره القانون خالص. اتفضل. ليه المجتمع بيبقى متساهل شويه مع خيانه الزوج
ولا يتقبل تماما خيانه الزوجه. زي ما قلت لحضرتك في الاول، فكره ان هي ممكن تكون زوجته. صح. يعني هي ممكن تكون زوجته، انما احنا عندنا هي الست ما ينفعش تجمع ما بين زوجين. دي جريمه هتدخلها في تزوير، ان هي انكرت او ما قالتش للمأذون في الجوازه الثانيه ان هي ان هي على ذمه راجل تاني اصلا. فهي دي جنايه. لا ده ما شاء الله القانون مش سايب نقطة الا مغطيها يعني بصراحة. بس الخيانة حلوة، يعني المسلسلات دايما بتصور لنا ان الست دايما عشان جوزها بيشتغل ومشغول طول النهار فما بيقولهاش كلام حلو، ده مبرر للخيانة. ودايما بتصور الراجل اللي هي بتخونه معاه ده شعره اصفر وعينيه زرقاء وبيقول لها كلام روحي 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 على الاحساس المرهف. تحب تقول للناس دي ايه؟ بص، هو خلينا متفقين ان مفيش مبرر للخيانة، بس ده نقطة قولا واحد يعني. دي نقطة سواء راجل أو ست. صح. عشان برضو إيه صح. ما صح. نبقاش جايين على حد مش علشان هو في الشغل، ولا برضو الراجل إنه يخون مراته. هي الخيانة أيا كان الطرف فيها هي مش مبرر، ملهاش مبرر. صح. تمام. بس وبرضو تأثيرها بعد كده على العلاقة نفسها وعلى الأولاد. هي خلي بالك هي دايرة، أنت هيطلع لك ولاد عندهم مشاكل. هيطلع لك هو اتربى في البيت على إيه؟ صح. هل هو اتربى ان والدته بتقول اصل والدك بص بره فانا ده اللي خلاني اعمل كده؟ هل ده المبرر اللي هو هيتربى عليه، ان شايف ان ده عادي؟ ان بنتك هتكبر ان شايفه ان ده عادي؟ طيب انا هسألك سؤال. اتفضل. هل الخيانات دلوقتي اكتر ولا زمان؟ دلوقتي بتتكشف اسهل. بتتكشف اسهل. بتتكشف اسهل. زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا. ده صحيح. فكان في مجهود بيتبذل بقى وتشوف الشعره وبتاع وكده. انما دلوقتي الموضوع اسهل كتير. اسهل كتير، والانفتاح برضو. صح. لا والله انا كنت بتكلم مع حد كده من اصدقائي، يعني ما شاء الله يعني اصدقائي محترمين كلهم يعني. بيقول لي بص انا بكلم دي في اوكرانيا، وبكلم دي في روسيا، وبكلم دي في الصين، وبكلم دي في امريكا، كل ده من خلال ابلكيشن هو عرفنا اللي اسمه تندر كده. قعدت اتفرج عليه، طبعا استغفر الله العظيم حور عين يعني، بس اللي هو فكره ايه، انت قاعد في بلدك في قريه من القرى في اقليم من اقاليم مصر، وبتتكلم مع واحده في روسيا واوكرانيا، وبتحب لي في دي ودي وصديق ده يا باشا على فكره انت لو شفته اقسم بالله بتقلع من رجلك، بس لسانه حبيبي ملهاش علاقه. هو ده برضه من الناس بتوع ايه، حبيبتي انا بحبك قوي ما اقدرش اعيش من غيرك. حالا هو لسه عارفها. سند قول، سلكت قول وابعت، سلكت قول سند. يا باشا شاكرين لحضرتك جدا والله، وبصراحه انا اتعلمت منك النهارده حاجات انا فعلا والله ما كنت اعرفها خالص يعني. تحت امرك استاذ معتز، قيمه وقامه علميه في مجال القانون، ما شاء الله عليك. ميرسي يا باشا، اهلا وسهلا بيك في برنامج. تحب تقول لاي حد المشاهدين؟ لا يعني ميرسي، انا كان ليا شرف ان انا اكون موجود معاك. خليك راجل يا حبيبي بقى يا باشا، هنقول له خليك راجل يا باشا. ميرسي يا دكتور. يا فندم، فرصه سعيده جدا. انا بخليك، انا اسف.